بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. كلمة جديدة وبسمة امل جديدة في يوم جديد. كلمة النهاردة عايز احط لها عنوان، عايز اسميها اكتشف الكنز اللي جواك. اكتشف الكنز اللي موجود جواك. والله يا جماعة كل واحد فينا جواه كنز، ربنا خلقه جواه كنز. يعني ايه جواه كنز؟ كل واحد جواه موهبة غير عادية، هي هتبقى مصدر اعتزازه بنفسه ومصدر قوته ومصدر نجاحه في الحياة ومصدر اكل عيشه ورزقه. هي دي نقطة تفوق. ربنا عادل يا جماعة. اوعوا تفتكروا ان ربنا ادى بعض الناس مواهب جبارة وحرم الملايين من المواهب دي. كل واحد جواه كنز، بس في ناس بتعرف الكنز بتاعها وبتكتشفه فبتعيش عيشة عظيمة وتقدر في العالم كله وفي بلدها وتاكل وتنجح وتكسب. الله، طب ما للباقيين ايه؟ للأسف في ناس كتير بتموت ويدفن الكنز بتاعها معاها. ياه، في ناس كتير بتموت وما تكتشفش الكنز بتاعها. لكن ربنا لا، ربنا ادى كل واحد الكنز بتاعه. اوعى تفتكر اللي بتسمعني دلوقتي انا ما عنديش كنز. غلط، كله عنده كنز. ده اله عادل، كله خد نصيبه من المواهب. بس الشطارة مين يطلع الكنز، مين يكتشف الكنز. لو اكتشفته اكل منه ذهب، ومش بس فلوس، تقدر من الناس، لانك هتبقى صاحب بقى ابداعات ونجاحات في الطب ولا في الهندسة ولا في الفن ولا في المعمار ولا اكتشف الكنز اللي جواك. انتوا عارفين يا جماعة، انا اشتغلت، انا دخلت كلية تجارة وانا ما بحبش الحسابات، بس مجموعي جاب كده، ما كنتش عارف الكنز اللي جوايا. وبعدين اشتغلت مراجع حسابات وانا بكره الحسابات. وبعدين وصلت لنائب مدير في مكتب من اكبر مكاتب المراجعة في مصر وانا بكره المراجعة. وبعدين حضرت زمالة المحاسبين والمراجعين وانا بكره المهنة. وبعدين فتحت مكتبي الخاص وانا بكره الشغلانة لاني ما كنتش عارف الكنز اللي جوايا. ياه، انا ماليش في الارقام، انا ليه في التعامل مع البشر، انا ليه في التواصل مع البشر. لقيت نفسي بشتغل في الارقام. تخيلوا كنت بعمل حاجة بعيدة قد ايه عن الكنز اللي انا ممكن اكون ناجح فيه. واكتشفت كنزي ازاي؟ ما هي دي النقطة بقى. ازاي اكتشف الكنز اللي جواك؟ طب انت بتقول لي اكتشفه ازاي؟ اتحرك، احتك في الدنيا، ابذل مجهود، اشتغل عمل تطوعي وخيري، روح شارك مش عارف في صناع الحياة، روح شارك في جمعية خيرية، روح شارك فين، خد لك كورس من الكورسات، اتعلم لك لغة من اللغات، اتعلم في الانترنت حاجة جديدة، مش مجرد انك قاعد على الفيسبوك بتعمل تشات وبتلعب على البي بي وعلى البلاك بيري وخلاص. روح اتعلم لك مهارة جديدة، اتعلم لك رياضة جديدة، اتحرك عشان تكتشف الكنز اللي جواك. اكتشاف الكنز يا جماعة له طريقة من اتنين، يا اما واحد خبير يقول لك ايه الكنز اللي جواك، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبص على الصحابة يقول لخالد بن الوليد: خالد ما تحفظش قرآن كتير، انت هتبقى عادي لو حفظ، انت تروح تمسك السلاح وتحارب، انت قائد عسكري ناجح. لكن انت يا عمر ما تطلعش تحارب، انت مستشار، انت تنفع وزير، انت تقعد هنا ما تضيعش وقتك في الحرب كتير. لكن انت يا بلال مش هتتميز في حاجات كتيرة، لكن عندك موهبة الصوت، صوتك حلو، انت هتخلد تاريخيا لو استخدمت صوتك وبقيت انت المؤذن. لكن انت يا معاذ يا خبير يعرف يطلع الكنز اللي جواك. طب لو ما لقيتش الخبير ده اعمل ايه؟ يا النبي مش موجود عشان يقول لك انت روح ما تضيعش وقت، ما تضيعش عمرك، انت كنزك في الحتة الفلانية. طب ازاي اكتشف الكنز اللي جوايا؟ اتحرك، احتك في الدنيا، اشتغل. يعني بالمصري خلي نفسك تحتك مع ناس كتير ومع مهارات كتير لغاية ما الكنز يبدأ ينور ويبدأ يطلع. ساعتها تعيش احلى عيشة وتكتشف نفسك وذاتك وتكسب فلوس وتكسب تقدير الناس وتنجح وتفيد البشرية. أرجوك اتحرك من النهاردة علشان تكتشف الكنز اللي جواك. شكرا، وبسمة أمل جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.